السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل صدور فراخ بتتبيله جميله جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده انا جايبه صدور الفراخ وغسلها كويس ونقعها في ليمون. يعني جبت كده حوالي ليمونتين ونقعتهم فيها بالشكل دون علشان نضيع ريحه زفاره الفراخ وريحه الفراخ عموما يعني. والليمون احسن حاجه بتضيع ريحه اي حاجه يعني. هنا جبت علبة زبادي بعد طبعا ما غسلت الفراخ وصفيتها جدا من المية. حطيتها في مصفى كده، لما نزلت ميتها كلها واتصفت خالص نزلت عليها بعلبة زبادي وكمان بليمونة كاملة. عصرتها عليها ليمونة كاملة زي ما انتم شايفين كده. وكمان هحط 3 معالق من الخل علشان نتبل الفراخ بتاعتنا بقى تتبيلة جميلة جدا جدا وتديها طعم حلو قوي. كمان نزلت كده بايه معلقة توم باودر ومعلقة زيت زيتون، معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ونص معلقة كركم، ونص معلقة من الملح. الملح بقى تظبطيه على حسب ما انت عايزة. وهنخلط بقى الفراخ مع التوابل الجميلة اللي ريحتها تجنن دي. زي ما انتوا شايفين كده هنخلط الفراخ بتاعتنا كلها بالتوابل لغاية ما ما نخليش بقى كل قطعة فراخ نخليها كده متغطية بالتوابل بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. واسيبها كده حوالي ساعة في التلاجة او نص ساعة، يعني لغاية ما الفراخ بتاعتي تشرب كده التوابل. وبعدين هجيب الجريل بقى او الطاسة، جريل او طاسة عندك او اي حاجة، بتدينيها دهنة خفيفة كده من الزيت وبتبدأ تنزلي بقطع الفراخ الصدور بتاعتك بالشكل ده. اول ما يعني تاخد لون من تحت تبدأي بقى تقلبيها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. ما بتاخدش وقت خالص ولا بتاخد سوا، ده بالعكس يعني مسافة ما بتحطيها ما بتاخدش وقت خالص. اقل من 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير بتبقى مستوية معاكي في ثواني، ما بتاخدش وقت. ممكن تاكليها مع طحينة وسلطة بابا غنوج، حاجات من اكلة عيش يعني. ممكن تعملي معاها مكرونة زي ما انا عاملة معاها كيس مكرونة كده. كان عندي كيس مكرونة قلم عملته معاها كانت جميلة جدا. هتاكلوا فراخ طعمها حلو قوي 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 والتتبيلة جميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.